وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فلا زلنا في رحاب فقه السنة وفقه الصيام عن خير الأنام صلى الله عليه وسلم. وخلاص هو كده فقه الصيام. كل اللي فاضل لنا فيه حاجتين بس، اللي هو كل اللي فاضل فيه اللي هو ليلة القدر والاعتكاف إن شاء الله رب العالمين. ليلة القدر خلاص النهارده بمشيئة الرحمن الليلة 18، خلاص يوم الخميس إن شاء الله ليلة 20. هنبدأ في العشر الأواخر إن شاء الله من يوم الخميس إن شاء الله، أو من ليلة الخميس إن شاء الله رب العالمين. ليلة القدر هي ليلة ذات فضل عظيم في هذا الشهر الكريم ذو الفضل والمنة. قال عنها الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأول فضيلة وأول تكريم لتلك الليلة أنها الليلة التي أنزل فيه القرآن. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. عبادة ليلة القدر أو قيام ليلة القدر يعادل ما يوازي عبادة 83 سنة و6 أشهر تقريبا، 83 سنة ونص تقريبا. ينزل ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربها. تقرم تلك الليلة بنزول الملائكة وجبريل أمين الوحي من رب العالمين سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا تباركا وتعظيما لتلك الليلة ولنزول القرآن. ولو بصينا هنلاقي إن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم أحب وأعظم رسل الله إلى الله سبحانه وتعالى. نزلت ليلة القدر، نزل القرآن الكريم في شهر رمضان، فأصبح شهر رمضان شهر عظيم مبارك كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نزل القرآن الكريم في ليلة القدر، فأصبحت ليلة القدر ليلة عظيمة مباركة. يقول رب العزة: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منزلين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر كما أنه أنزل فيها القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنها كذلك يقضي الله سبحانه وتعالى في أقدار خلقه وفي تصريف أمور خلقه من العام إلى العام. لذلك يقول علماؤنا أن علينا تحري ليلة القدر امتثالا لحديث رسول الله: علينا قيام ليلة القدر حتى إذا رأى الله منا حسنا قدر لنا في الأقدار وفي الأحوال ما هو يليق بعبادتنا لله سبحانه وتعالى. عشان كده يبقى لازم نتحرى ليلة القدر، لازم نكون حريصين على ليلة القدر. أولا عشان ناخد الجزاء اللي ربنا سبحانه وتعالى بشرنا به. تاني حاجة حتى يحسن الله سبحانه وتعالى لنا تقدير أحوالنا في العام القادم بمشيئة الرحمن سبحانه وتعالى. وكذلك للمغفرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعايزين بقى نمسك الأحاديث كده بالراحة واحنا ماشيين وفي عجالة برضه، هنتكلم على بعض الحاجات. يعني إيه من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا؟ يعني لازم أقوم ليلة القدر كلها؟ قال لك لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما بهذه الأمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى يسلم كان كمن قام الليل. يعني انت سيادتك لو جيت في صلاة التراويح أو في صلاة التهجد اللي هتبقى برضه في العشر الأواخر، دخلت مع الإمام منذ أن يبدأ حتى يسلم، كده انت خلاص قمت الليلة كلها. طب أنا حضرت صلاة التراويح وحضرت صلاة التهجد، كله في ميزان حسناتك حبيبي وحبيب رسول الله. حضرت التراويح وحضرت التهجد وأحييت الليلة بذكر الله، كله في ميزانك حبيبي وحبيب رسول الله. لكن إذا لم تستطع فلا تهمل القدر من قيام الليل. وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم يسروا علينا، مجرد ان انت تخش مع الإمام حتى يسلم، ده بيقوم مقام قيام الليل. طيب لو أدركنا ليلة القدر نقول إيه؟ علمتنا أمنا عائشة وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أمنا عائشة سائلة للرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله لو أدركت ليلة القدر فماذا أقول؟ إيه السنة اللي أنا أقولها لو أدركت ليلة القدر وعرفت إن دي ليلة القدر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. ده الدعاء اللي علمه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة. طب ليه ما طلبش المغفرة؟ ليه ما طلبش التوبة؟ ليه ما طلبش أي حاجة تانية؟ لأن العفو يجب ما قبله.
المغفرة قد إن أنا أغفر لك اللي أنت قدمته، لكن لا زال في نفسي شيء منك. لكن العفو هو ترك الشيء بالكلية. فلما ندعي ربنا سبحانه وتعالى أن يعفو عنا، يبقى ربنا غفر لنا الذنوب، ربنا أسقط عنا هذه الذنوب. الله سبحانه وتعالى بمنه وعزته وجلاله عفى عنا في كل ما يتعلق بهذا الذنب أو بالذنوب اللي احنا ارتكبناها. طب أهمية ليلة القدر زي ما احنا قلنا بتساوي ليلة القدر اللي يومها بتساوي 83 سنة ونص. طب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 50 و60 ولا يتجاوز ذلك إلا قليل. طيب لما العمر بتاعك اللي قال عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 50 و60، ويمكن يكون أقل من كده حاجة بسيطة أو أكتر من كده حاجة بسيطة، ويجي ربنا يديك ليلة كل سنة لو قمتها بس يعدل عنك 83 سنة ونص. يبقى حريصين عليها، نعتبر إن هذه الليلة هي ليلة العمر، لأنك مش هتصادفها في حياتك كلها باستمرار. فلو صادفتها هتبقى صادفت عبادة 83 سنة ونصف. فنحرص أحبتي وأحبة رسول الله على هذه الليلة خاصة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بذلك قال تحروا ليلة القدر. أما عن علامات ليلة القدر وميقاتها وإمتى وإيه اللي يتعمل فيها، ده إن شاء الله اللي هنكمله مع بإذنك أنت رب بكرة لو أحيانا الله. أسأل الله سبحانه وتعالى كما بلغنا رمضان أن يبلغنا ليلة القدر ويرزقنا فيها خير الدعاء وخير الاستجابة، إنه على ذلك قادر عليم. السلام عليكم. طبعا يا شباب عرفنا ان عدد اجزاء القران 30 جزء. ما هو عدد سور القران الكريم؟ 114. برافو عليك. لا الشباب، انت مش شباب. برافو. مظبوط 114 يبقى عدد اجزاء القران 30.